يعني في قضية العزاء هناك من يبالغ فضيلة الشيخ في استقبال الضيوف وفي ذبح الخرفان والأغنام. ما المشروع في التعزية مأجورين؟ هذه آثار وأغلال أحدثوها في العزاء لا أصل لها، فتحديده ب3 أيام ويجتمعون ويعطلون الأعمال ويذبحون الذبائح والأطعمة، هذا كله لا أصل له، وقد يكون هذا من التأبين الممنوع. فالعزاء بريء من هذا كله. العزاء سهل، تدعو لأخيك الميت ولأخيك الحي المصاب، تقول أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، من غير التزام بحضور ومن غير ذبائح ومن غير أطعمة ومن غير، فيسروا على الناس ولا تعسروا عليهم. الأموات كثيرون، يعني معنى هذا أن الناس دائما في ولائم ودائما في ذبائح ودائما، من قال هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم على هالتوجيه. نأخذ